وما هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى؟ أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن، وهو فرض واجب في حق كل مسلم ومسلمة. وأمر الله عباده بالإخلاص في العبادة فقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ذاته بإخلاص العبادة له، فقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. وأمرهم كذلك بالإخلاص في الدعاء له فقال: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. كذلك الإخلاص ينجي العبد من إضلال الشيطان وإغوائه. وقال إبليس لله تعالى في كتابه: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم.